فيها 21 كيلو من الشواطئ الرمليه. جزر دبي هي جزر من نخيل، وفي جزيره هتكون خاصه لنخيل عليها المشاريع بتاعت نخيل زي ما احنا شايفين. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ معاكم عمر فخري، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن مشروع باي جروف، اخر طرح من نخيل في منطقه دبي ايلاندز او جزر دبي. خلينا نعرف كده سريعا ايه هي منطقه جزر دبي. جزر دبي هي جزر من نخيل معموله جنب منطقه مينا راشد، هتكون متكونه من 5 جزر. في جزر مخصصة لمطورين تانيين، وفي جزيرة هتكون خاصة لنخيل عليها المشاريع بتاعت نخيل زي ما احنا شايفين. ده جزء من الجزيرة هيكون عليه مشاريع دايركت على البيتش، ولكن الجزيرة هيكون فيها 21 كيلو من الشواطئ الرملية، وهيكون فيها 9 مارينا، ملعبين جولف كورس، ودي أول جزيرة في دبي هيكون جواها جولف كورس، وهيكون فيها كمان أكتر من 86 أوتيل داخل الجزر. فبالتالي الجزيرة هتكون حاجة من أنجح المشاريع، أو كماستر بلان هتكون ماستر بلان ناجحة جدا، من ضمن الماستر بلانز الناجحة في دبي، وخصوصا إنه نخيل هي الماستر ديفلوبر، وعندنا سابقة أعمال ليها زي بالم جبل علي أو بالم جميرة أو أي حاجة دايركت على المية. احنا عارفين نخيل يعني هي بتختص بالجزئية دي. طيب البروكسيميتي، احنا بنتكلم ان احنا من الداون تاون حوالي من 15 الى 20 دقيقه، لانه هيتم اتصال منطقه دبي ايلاندز بمينا راشد وشارع الشيخ زايد بكوبري هيتعمل، بحيث انه الناس اللي هنا قاعدين في منطقه دبي ايلاندز دايركت يقدروا يروحوا على الداون تاون من غير زحمه كتير. بلس ان احنا يعتبر قريبين جدا من منطقه مينا راشد و10 دقائق من منطقه لامير. طيب هنا المشاريع زي ما انتم شايفين بيكون في فيسز، يعني بيكون في 3 buildings 3 buildings 3 buildings، ما بيكونش في هنا ازدحام كبير من البيلدينجز، بيكون في مناطق وحرم كبير، في باركس وفي سويمنج بولز وفي باركينج ارياز. وزي ما انتم شايفين يعني لو من عندي، ولو شفتوا هنا من عندي، بتلاقوا انه في مناطق مخصصه للدروب اوف اريا. يعني في مثلا الجي فلور ده بيكون حوالي دبل هايت سيلينج، وبيكون الدبل هايت ده للدروب اوف اريا عشان يديك احساس الفخامه واللكجري وانت داخل البنايه بتاعتك. طيب بخصوص الامينيتيز اللي موجوده في المشروع، كده احنا اهم حاجه في المشروع دي، اكتر حاجه بتبيع في المشروع ده، هو ان احنا عندنا دايركت فيو على البيتش وعندنا اكسسبيليتي على البيتش. ده رقم واحد. لانه الحاجات الووتر فرونت نادرة جدًا، جدًا في الإمارات كلّها، مش في دبي بس، وخصوصًا بقى في دبي، لإنه معظم منطقة مثلًا خط الجميرة ده مش تملُّك حُر لكل الجنسيات، مناطق التملُّك حُر اللي بتكون direct على الbeach قليلة جدًا، جدًا. فلمّا يكون حاجة زي كده، دي بتكون attraction point رهيبة. ده رقم 1. رقم 2، كل بناية بيكون فيها حمام السباحة بتاعها والfitness center والclub room. طبعًا club room بيكون فيها بلياردو، زي بينج بونج وتشيس وطاولة وهكذا، بتكون أكتر يعني زي منطقة ألعاب للناس. بيكون في kids area، بيكون في pet area للحيوانات الأليفة، والfitness rooms في الأغلب بتبُص على الbeach، غير طبعًا الوحدات اللي معانا وحدات المفروض بتكون بتبُص على الbeach، ومعانا وحدات بتبُص خلفي، وفي نفس الوقت حاجات بتبُص على الجناب. معانا من أول غرفة وصالة لحد 4 غرف وصالة. الغرفة وصالة بتبدأ من 2 مليون، الغرفتين وصالة بتبدأ من 2.8 مليون، 2 مليون 800، الغرفتين زائد غرفة خدمة بتبدأ من 3 مليون 400، وال3 بيدروم تبدأ من 4 مليون 800، وبعد كده عندنا ال4 بيدروم تبدأ من 8 مليون 800. هنا اختلاف السعر ما بيكونش بس اختلاف مساحة، يعني احنا عندنا سعر القدم المتوسط بتاعه حوالي 2300، ولكن بيختلف الشقة اللي باصة ورا على الشقة اللي باصة قدام، الشقة اللي باصة على البحر، الشقة اللي دور عالي، الشقة اللي واخدة كورنر، وهكذا. فبيكون مساحة وفلور وفيو، ال3 مع بعض، سايز وفلور وفيو. أوكي؟ طيب خطة الدفع بنتكلم في 70 30، 70% خلال الإنشاءات و30% عند الاستلام، والاستلام اللي هو مارس 2029. المشروع ده يعتبر من أنجح المشاريع، لأنه متوسط سعر القدم حوالي 2300 2400 في الحدود دي، وإحنا منطقة لامير أو المناطق اللي هي بورت دي لامير، إعمار بيتش فرونت، البالم جميرة، كل حاجة جاهزة على المَيّة هنا في دبي أسعارها بتبقى عالية جدًا. بنتكلم إن سعرها بيكون في حوالي من أول 4500 لحد ال8000 درهم للقدم الواحد، على حسب طبعًا المشروع والمكان بتاعه. ولكن الأسعار هنا تعتبر تحفة، من أفضل الأسعار اللي جاية في السوق، وعندنا مارجن كبير أوي إن إحنا نعلى من 2300 إلى 6000 و7000 و8000، خصوصًا إنها ماستر بلان كبيرة
واول جزيره يكون عليها جولف كورس جوه دبي. لو عندكم اي اسئله ممكن تسيبوا لنا في الكومنتس، غير كده هتلاقوا في الديسكربشن في لينك هيكون فيه فري كونسلتيشن للي محتاج يعمل انكوايري، هتلاقوه على جوجل فورمز بس. وطبعا قولوا لنا ايه المشروع الجديد اللي عايزين نغطيه، لايك شير سبسكرايب، واشوفكم في المشروع اللي جاي.